بس نصور للقلب هون، قلب المصيدة. قلبه قرب 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 على قلب المصيدة، قرب وطيها كمان، قرب. بسم الله. مصيدة الدبور الأحمر، ويعتبر أحد أعداء النحل. مصيدة بدائية. هاي عاسلي نظف الأعلى، عبارة عن حاجز ملكات، حاجز الملكة مجازر. هذا طعم، الطعم عبارة عن بصير قطر محلول سكري أو تمر، أي مادة جاذبة للنحل أو والدبور. هذا الطابق السفلي كمان عبارة عن عاسلي، موضوع بين الطابقين، غربول مثقب. أربعة خمسة ثقوب، ثقب 2 3 4. هذا هو الغربول. لدينا في الأسفل كمان طعم عبارة عن تمر، تمر عادي، نضيف عليه مي. إعادة التركيب. القطعة الأولى الطابق السفلي نتركه مرفوع عن الأرض قدر 3 أو 4 سنتي. غربول، قطعة غربول مثقبة. الطعم، طعم أول في الطابق السفلي وطعم ثاني بين الطابقين. القطعة الثالثة العاسلي أو طابق ثاني. القطعة الرابعة هي حاجز الملكات في الأعلى. مصيدة بدائية والنتائج ممتازة جدا، وشكرا. طيب، وظيفة كل قطعة؟ القطعة الأولى صندوق أو عاسلي، القطعة الثانية كمان صندوق أو عاسلي يعني أو طابقين. بين الطابقين نضع غربول مثقب بيسمح بدخول الطابق الأول، بيدخل النحل من أطرافه إلى الطعم الأول، فبيطلع من الغربول إلى القسم الثاني اللي محطوط فوق منه حاجز ملكات. طبعا احنا الغربول اللي حاطينه بيمنع عودة الدبور إلى الأسفل، وبالتالي بيكون وقع في الحاجز اللي هو القطعة الثانية بين حاجز الملكات والغربول الأول المثقب. حتى لو ضفت محلول سكري ودخل النحل إلى الأسفل بيرجع بيطلع، ما في أي ضرر على النحل. وإيش من كانت المادة يعني إيش من كانت المادة بيجوز، وما في داعي لوضع أي مادة سمية. اعطيني مي بابا.